ده الفيديو العاشر في تاكل ايه في منطقتي، وقبل ما اقول لكم المنطقه معايا اتنين كلكم عارفينهم، ويل وشكري. المره دي مش هبقى لوحدي، فتعالى اقول لكم اشهر 3 اماكن في المعادي. يلا بينا. ومن اشهر اماكن البيكرز اللي في المعادي هو ريشوز، ولازم تحجزوا قبلها عشان تروحوا، ده فرعهم الجديد الاندر جراوند، والفرع ده اكبر واوسع والاوبشنز اكتر، والقعده بره لذيذه قوي. طلبنا بقى كذا حاجه ودي من التوب سيلرز عندهم. من بليتس الفطار طلبنا الكروك مدام والاكس بنديكت، ومن البيكرز جبنا الدولسي دي ليتش كرافن مع الالمون كرواسون. واستغربت وليد ان هو كان شايف ان الالمون كرواسون عاديه، مع انها عجبتني قوي. انا بصراحه الكرافنز عندهم بالنسبه لي ادمان، فليكي كده، والدولسي دي ليتش بتاعهم تحفه، مفيش حد بيجربها وما بتعجبوش. البليتس الاتنين كانوا ريتش قوي، بس بالنسبه لي الكروك مدام هو اللي عجبني اكتر. وعامه في فرعهم الجديد هم بيعملوا سيرفنج لكوفي. وعامه دي كانت الاسعار. وتاني مكان كوكيو، بيعمل فرايد تشيكن، جبنه قطع بثلاث صوصات مختلفه ومعاهم ستريبس. انا بالنسبه لي الكريميون احلى صوص في كوكيو. الفراخ من جوه نظيفه وتتبيلتها حلوه، بس بالنسبه لي صوص الجارليك ما عجبنيش. انا بقى بحب الشطشطه، بالنسبه لي صوص السبايسي صايع قوي. بس فعلا زي ما قال شكري، كريميون في حته تانية خالص. وكلنا راينا في الستريبس ان هي كانت عاديه.